سليمان خاطر. مين البطل سليمان خاطر؟ سليمان خاطر جندي مصري دخل الجيش، بعد كده بقى تبع الداخلية لأنه دخل أمن مركزي، وطلع الشغل بتاعه أو مهمته على الحدود المصرية مع إسرائيل. سليمان خاطر كان وقتها هو من الشرقية، من قرية أكياد شرقية، وكانت مهمته يقعد كده على تبة مرتفعة في مكان اسمه رأس بركة في جنوب سيناء. يطلع كده الهضبة يقعد فوق، عنده بقى المكان بتاعه فيه أسلحة وذخيرة وفي بعض المعدات، ومهمته يحرس هذه النقطة من نقاط الحراسة على حدودنا مع العدو الإسرائيلي. سليمان خاطر وهو واقف في هذا المكان في يوم من الأيام كده طلع مجموعة إسرائيليين طالعين على الهضبة كده المغربية في اتجاهه، فبص لهم بغضب شديد وقال لهم ستوب نو باسنج، ارجعوا لورا، ممنوع حد يمر، بلغة إنجليزية واضحة وبلغة عربية واضحة، كملوا. فقعد يقول لهم نو باسنج نو باسنج، محدش يمر محدش يجي، برضه بيكملوا. 12 إسرائيلي طالعين على الهضبة المصرية علشان خاطر الموقع اللي موجود عليه سليمان خاطر فوق بيحمي هذه الهضبة المصرية. فهو أحبط من طريقتهم وفكر يتصرف زي أي بطل وطني بيدافع عن تراب بلده، عمل ما ينبغي. يا جماعة يهديكوا يرضوكوا، مفيش إنجليزي عربي مفيش، هم مكملين في طريقهم. كانت المغربية جت والرؤية مش واضحة قوي، وقلق سليمان خاطر يكونوا دول جايين يحتلوا هذه المنطقة أو يفجروها أو ياخدوه كأسير. وزي أي بطل وطني أطلق طلقات تحذيرية في الجو عشان خاطر يخافوا إن هو هيضرب بالنار، فعلا ما بيهزرش، برضه كملوا ولا عبروه. لما أدرك إن دي مجموعة جاية تحتل هذا المكان ضربهم كلهم بالنار وموتهم جميعا في حادث شهير سنة 85. وراح يسلم نفسه عندنا هنا في مصر عشان خاطر انه يلقى التقدير الكافي، لكن للاسف الشديد ان هو حكم وخد حكم المؤبد 25 سنة، رغم ان هو قال الناس دول كانوا جايين يحتلوا المكان، الناس دول قلت لهم لا 20 30 مرة عربي وانجليزي، الناس دول ضربت نار في الهواء بحذرهم، ومع ذلك طلعوا الهضبة لغاية فوق وعايزين يحتلوا المكان، فأنا دافعت عن التراب الوطني زي أي جندي وطني بيدافع عن حدود بلاده، إلا إن هو دخل السجن. وأثناء وجوده في السجن جاء وفد صحفي إسرائيلي بحجة إن هو هيعمل حوار معاه، وبعد أيام في 7 يناير 86 قتل أو اغتيل البطل الوطني سليمان خاطر. وقتها الحكومة طلعت كلام غريب الأطوار من نوع إن هو انتحر على السرير بمشمع، واللي يقولوا انتحر بحتة قماشة، واللي يقولوا ملاية السرير، واللي علق نفسه بالشباك على بعد 3 متر، شوية كلام كده معظمه كلام فارغ أو كله كلام فارغ. إنما اللي حصل إنه اغتيل البطل الوطني سليمان خاطر في مثل هذه الأيام من عام 1986. مفيش حد كده يفكر يعمل فيلم سينمائي عن سليمان خاطر ويعرف الأجيال الجديدة إن كان في بطل وطني اسمه سليمان خاطر دافع عن بلده وعن وطنه وعن شرفه وعن عرضه وضرب الناس دول قتلهم. إذا ده كان دفاع عن النفس وعن الأرض وعن الوطن.